التمرين ده اسمه لاينج ليج كيرل وبيستهدف عضلات الهامسترنج او عضلات الفخذ الخلفيه. التكنيك الصح او الاداء الصح للتمرين ده، عشان تتمرن التمرين ده صح محتاج تظبط 3 حاجات في جسمك وانت نايم على البنش. اول حاجه تظبطها عشان هي مرتبطه بالحاجه التانية ان هي تكون مظبوطه صح، وهي انك تخلي عضلات الفخذ الاماميه كلها محمله على القطعه دي من البنش، القطعه البارزه. وبعدين بتظبط الحاجه التانية اللي هي المخده او الحاجه اللي انت بتسحب بيها الوزن لفوق، ودي الليفل بتاعها بيختلف من شخص للتاني على حسب طول الجسم. المهم انك تثبتها ما بين الكعب وما بين عضلة السمان. الجزء الثالث في الجسم المهم قوي ان انت تركز عليه وتثبته هو جسمك من فوق كله، وخصوصا الظهر. لازم يكون الظهر مقوس وبتبقى رافع صدرك ومثبت ظهرك كويس جدا جدا، وتكون شادد عضلات الكور ماسل اللي هي عضلات البطن والقطنية، وكمان رافع راسك لفوق. لو انت اهتميت بالثلاث اجزاء اللي انا اتكلمت عنهم دول اضمن لك تمرينة قوية جدا. المدى الحركي بتاعك بتنزل برجلك لتحت بس قبل الاخر بشوية، يعني ما تفردش ركبتك للاخر قوي، وبتطلع قوي تعصر عضلات الرجل الخلفيه للاخر. التنفس صح في التمرين ده، وانت نازل بتاخد نفس، وانت طالع لفوق بتخرج نفس. ودي بعض الغلطات اللي ممكن تقع فيها وانت بتتمرن التمرين ده. هنا انت مقضيها مراجيح بجسمك اللي فوق والاداء الحركي في البلح، وفي نفس الوقت ممكن تأذي ظهرك. هنا في خطورة على أوتار وعضلة الفخذ الرجل الخلفية، لأنك بتنزل بسرعة جدا وده مش أحسن حاجة. هنا أنت مش شادد ظهرك ولا عضلات الكور ونايم قوي على البنش، يبقى سلم لي على الفقرات القطنية.